طبعا اختبار السلامب تيست. يلا يا معلم ارفع ارفع يا معلم. ايوه حط يلا اللون بتاعك. كم قبل متر؟ كم يا معلم؟ خد على اعلى نقطة اعلى نقطة. ايوه جايب معاك كم؟ 17 او 16 وشوي. ممتاز. كم في عندك يا مهندس سعد؟ هنا هندسه 20 موجب او سالب 4 سم، يعني مثلا من 16 ل 24. ممتاز الله ينور يا معلم. كده مقبوله، كده تقدر تصب الخرسان. مساء الفل عليكم جميعا. في الحقيقه اللي احنا شفناه بالفيديو ده كلام جميل جدا وممتاز جدا، والراجل حتى عده الاسلام بشكلها نظيف والناس مركزه والحاجه جايه ببراويطه، يعني هو الشغل ظاهريا سليم جدا. في ثغره وحيده لازم نركز فيها في الموضوع ده، ان هو لما بعد ما قاس قيمه الهبوط اللي هو كان قاسه مثلا 16، هو خد الريفرنس بتاعه او المرجع بتاعه الرقم اللي موجود في البرنت، ودي طريقه مش سليمه عشان نعرف بيها الاسلامب المفروض يبقى كام. المفروض ان احنا عندنا ديزاين ميكس معتمد وعندنا ترايل ميكس معتمد، وده اللي اتوافق عليه من قبل الاستشاري والعميد، وهو ده الريفرنس بتاعنا. وعلى جانب تاني او على حاجه بسيطه، ان احنا اساسا موضوع الاسلامب ده بنتحكم فيه. طبعا احنا بيبقى عندنا رينج زي ما هو قال مثلا من 16 ل 20 مثلا، يعني او من 14 ل 20. احنا جوه الرينج ده بنتحكم فيه بناء على العنصر اللي احنا بنصبه. فمثلا لو احنا بنصب سقف بنفنشه، فاحنا محتاجين مثلا خرسانه طريه شويه. لو احنا فده طبعا بنتحكم فيه ضمن الدوز المعتمد للماده او الكميه المعتمده للماده. بنرفع الماده شويه نقللها شويه، ده بيتم عن طريق الترتيب مع كواليتي كنترول المحطه، ونفضل جوه الرينج اللي موجود في الديزاين ميكس المعتمده بتاعتنا في المشروع. بلس على فمن خلال الكلام ده فاحنا بنتحكم في الاسلام حسب طبيعه العنصر اللي احنا شغالين عليه. والريفرنس بتاعنا في الاسلام مش البرنت اللي جاي من المحطه، هو الديزاين ميكس المعتمد اللي احنا شغالين فيه المشروع. انا محمد الدرملي، وده شغل جوده، ودي زيتونه الاسلام.